ازاي تقدر تتبرع لغزة وايه المؤسسات اللي بتشارك في الموضوع ده؟ الحمد لله المساعدات بدأت تدخل النهارده اخيرا للقطاع بعد اكتر من 15 يوم من الحصار، ودخل لحد وقت تصوير الفيديو حوالي 20 شاحنة لحد دلوقتي، واتمنى على حسب ما سمعت من المتطوعين هناك ان ال 20 شاحنة اللي رجعوا دول هيدخل بدلهم 20 شاحنة كمان وهكذا، واخر رقم كنت سمعته ان في اكتر من 200 شاحنة منتظرة قدام المعبر، وفي مساعدات تانية كمان منتظرة ان هي تتعتق وتتحمل من مطار العريش، فيا رب المساعدات دي تخش بالكامل وتزق الايام الصعبة على اخواتنا المحاصرين هناك في فلسطين. ودلوقتي بما ان المساعدات دي بدأت تدخل حتى لو جزئيا، فانا باذن الله هجمع لكم مجموعه من المؤسسات الاهليه والاجتماعيه اللي بتوصل المساعدات والتبرعات هناك لغزه، لاننا بنتكلم على حوالي 2.3 مليون انسان في غزه بدون اي امكانيات تقريبا. ولو اي حد عنده معلومات اضافيه انا ما شاركتهاش او ما قلتهاش بالنسبه للمؤسسات دي، يا ريت يشاركنا بالمعلومات الاضافيه دي في التعليقات عشان خاطر الناس تستفاد اكتر. ويلا بينا نبدا. اول واسهل طريقه للتبرع من داخل مصر هي المحافظه الالكترونيه زي فودافون كاش واورنج كاش واتصالات كاش، والطريقه دي بتعملها مثلا عن طريق ان انت تدخل على تطبيق فودافون كاش على تليفونك وتختار كلمه تبرعات، وهناك هتلاقي مؤسسات خيريه كتيره جدا واختيارات كتيره جدا، والمؤسسات دي بتستقبل التبرعات لاغراض مختلفه. ومن اشهر المؤسسات اللي هتلاقيها هناك واللي بتقدر توصل التبرعات لغزه هي بنك الطعام المصري والهلال الاحمر المصري، وكمان بنك الشفاء المصري ومنظمه دار الأورمان، وكمان جمعيه رساله وجمعيه مصر الخير وجمعيه بيت الزكاه. هتختار اي مؤسسه من اللي قلت لك عليهم دول حسب ارتياحك ليهم وحسب سمعتها اللي انت سمعت عنها قبل كده، وكلهم باذن الله هيوصلوا التبرعات بشكل كويس. وان كنت انا افضل جمعيه الأورمان او بنك الطعام المصري او الهلال الاحمر المصري على وجه الخصوص. المهم بعد ما تختار الجمعيه اللي انت عايزها هتختار سبب التبرع وهو المساعدات الانسانيه لغزه او لفلسطين، وزي ما هو واضح قدامك كده بعد ما تختار سبب التبرع هتبتدي تحط مبلغ التبرع اللي انت عايزه وتمام، والموضوع خلص على كده. ولو انت مش عندك اي تطبيق من التطبيقات الثلاثه سواء فودافون او اتصالات او اورنج كاش، تقدر انت تعمل الموضوع ده من اي فرع بيقدم خدمات فودافون كاش او فوري. الاثنين دول بيقدموا نفس خدمات التبرعات بمنتهى السهوله والسلاسه ومش هيقابلك اي مشكله، يعني ممكن تنزل اي سوبر ماركت قريب منك وتختار من خلال خدمه فوري ان انت تتبرع من خلالها. اما بالنسبه لاخواتنا الموجودين بره مصر فيقدروا يتبرعوا مباشره من خلال التحويل البنكي لنفس المؤسسات والجمعيات اللي اتكلمت عليها دي، وطبعا في مؤسسات كتيره جدا تانية بتقدم نفس الخدمات وبتكون تابعه لجمعيه الامم المتحده، ولكن انا بحاول من خلال الفيديو ده ان انا اقدم لكم نقطه ضوء كده على المؤسسات الاشهر والاكثر تواصلا مع الناس والاسهل ان انت تتبرع لها. وبالنسبه لاخواتنا الموجودين بره مصر فانا هحط لك كل الروابط بتاعه المواقع بتاعه الجمعيات اللي انا اتكلمت عليها دي عشان تقدر تخش عليها بسهوله وتشوف طريقه التبرع المناسبه ليك لو قررت ان انت تتبرع ليهم. وكمان هتلاقي عندهم حسابات بنكيه في معظم البنوك المصريه الكبيره تقريبا، فتقدر تختار البنك اللي يناسبك وتتبرع من خلاله. وان كنت انصحك ان انت تختار المحافظه الالكترونيه لانها هتكون اسهل بكتير واسرع وانجز وبتاخد وقت اقل. وفي النهايه هختم معاكم بحديث الرسول عليه الصلاه والسلام: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. حاول تتبرع ولو باي شيء حتى لو شيء صغير جدا، ده ثواب كبير جدا عند ربنا، وخليك عارف ان انت مستور في مكانك وفي نعمه كبيره جدا دلوقتي. بينما اخواتنا المحاصرين في القطاع فهم بيعانوا من كل ويلات الحرب مع بعض، سواء التشريد او الجوع او الخوف من الموت او فقدان الوظائف او الخوف من المستقبل والمجهول. وهنا انا هختم معاهم بحاجه واحده بس، وهي الايه القرانيه في سوره البقره الايه رقم 214: ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء حتى يقول رسول الله والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب. صدق الله العظيم.